هذا المهرجان الذي يضم أكثر من 50 عارضا يحاول من خلاله العارضون أن يعني يعلموا المواطنون المصريون بأهمية عسل النحل وما يحتويه هذا العسل من فوائد بالنسبة للجسم مع اختلاف أنواعه، سواء عسل البرسيم، عسل الموالح، بالإضافة أيضا إلى العديد من الأعسال الأخرى كعسل الصدر وأنواع أخرى كثيرة جدا بالنسبة للعسل المصري، تتمركز سواء في الصعيد في جنوب مصر أو حتى في الشمال، وتتغذى النحلة في تلك المناطق على النباتات التي تزرعها يعني أو يزرعها النحالون في تلك المناطق من أجل تربية الأعسال أو النحل في تلك المناطق وزيادة إنتاج مصر من العسل. هناك في مصر ما يقارب 30 ألف طن سنويا ينتجه النحالون في مصر، بالإضافة أيضا إلى تصدير أكثر من 3200 طن سنويا من عسل النحل إلى دول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، بالإضافة أيضا إلى أن مصر هي الدولة الرائدة الأولى في تصدير طرود النحل الحي إلى دول العالم بواقع 1,300,000 طرد سنويا تصدرها مصر إلى دول العالم. ويعمل في تلك المهنة ما يقارب 25 ألف أسرة مصرية، وهو ما دفع وزارة الزراعة المصرية إلى تنشيط حركة النحل والاهتمام بالنحالين خلال الفترة المقبلة من أجل دعمهم على كافة الأصعدة وتعريف المواطنين بقيمة ما يقومون به، بالإضافة أيضا إلى مشاركة عدد من الشركات المهتمة بمجال صناعة المعدات المختصة ب يعني صناعة النحل، ويعني اهتمام المواطنون أو المواطنين بتلك المهنة وبالعسل خلال الفترة المقبلة.